لحل مشكلة الخروج من كالي لينكس وانت شغال على الهاتف. المشكلة دي بتبدأ من اندرويد 11 وطالع، ما بيسمحش لأي تطبيق يبقى شغال في الخلفية زي تيرموكس. لازم يبقى شغال في الخلفية علشان يكمل لك الجلسة المفتوحة وتعرف تتعامل كتير. بس بسبب المشكلة دي هو بيقفل معاك الجلسة. النهاردة هنتعلم ازاي نحلها ومش هتظهر لنا تاني. هندخل على تيرموكس وهتلاقي فيه أوامر أنا سايبها لك في الوصف، أو أنت ممكن تاخدها دلوقتي سكرين وتحفظها. هتاخد أول أمر اللي هو بتاع الأبديت وتحطه. هتعمل أبديت لتيرموكس الأول، وبعدين هترجع للأمر بتاع أبجريد، تاخد بي كي جي أبجريد، هتاخده وتحطه بيست وتستنى لما يعمل أبجريد. بعد ما يعمل أبجريد اطلع، هتاخد بي كي جي انستول اندرويد تولز، هتاخده كوبي بيست وتحطه وتستنى التحميل. انا الحاجات دي انا محملها قبل كده وعملتها قبل كده، فمش هيطول معايا، لكن هيطول معاك انت سنة بسيطة ومش حاجات كتيرة يعني. هتيجي بقى من هنا هتعمل تقسيم شاشة وتروح داخل على الاعدادات عندك. من الاعدادات هتفعل خيارات المطور، طبعا كنا عارفين ازاي نفعل خيارات المطور. وبعدين عندك تصحيح الاخطاء، اخطاء اليو اس بي لازم أن تكون مفعلها. تصحيح الاخطاء اللاسلكية برضو هتفعلها. هتخش على تصحيح الأخطاء اللاسلكية وتختار آخر حاجة اللي هو اقتران الجهاز باستخدام رمز الاقتران. هترجع للصفحة اللي فيها الأوامر وتاخد الأمر بتاع ADB بير بس من غير الزائد IBD، هتحطه وهتعمل مسافة وهترجع على الاقتران اللي هو بتاعت آخر حاجة دي، وهتاخد حاجة عندك اسمها منفذ الاي بي اللي هي في الاخر خالص دي، اخر كام رقم، اخر الارقام اللي من تحت دي تلاقيها ارقام طويله كده، هتكتبها. لو عنوان اي بي والمنفذ هتاخده، هتكتب الارقام دي هنا وتاكد ان انت كاتبها صح ومش كاتب فيها رقم غلط. هتكتب انتر، هيطلب منك اقتران رمز الواي فاي اللي هو عندك، اللي هو بيبدا من اول زيرو. طبعا عند كل شخص فينا هيكون مختلف، مش هو، فخلي بالك من نقطه ان هو يكون عند كل شخص فينا يكون مختلف عشان ما تاخدوش هو اللي في الفيديو. هتحطه وتضغط انتر. كده هو اقترب معاك، ولو نزلت تحت هتلاقيه تحت في جلسة مفتوحة. هتاخد تاني واحد ADB كونكت من دون برضو البلس اي بي، هتحطها وهتعمل مسافة. هتيجي عندك على عنوان اي بي والمنفذ اللي هي من فوق، تاني واحدة من فوق، هتضغط عليها وتعمل لها نسخ وهتحطه تاني هنا وهتضغط انتر. كده هتلاقي اشعار واصل لك ان هو تم تفعيل الميزة وتم تفعيل تصحيح الاخطاء. هتكتب بقى علشان نفتح الجلسة بتاعة الكالي من غير اي مشاكل. هتاخد اخر امر موجود معاك، ده اخر امر. اتأكد ان انت واخد الامر ده كامل من غير ما يكون في حاجة فيه ناقصة، اتأكد ان انت واخده كله. هتحطه بيست، هتضغط انتر. هيطول معاك سنة بسيطة، لو انت النت عندك ضعيف شوية تلاقي الدنيا كلها تمام. هتكتب NH كيكس وعلامة الاند علشان نفتح جلسة للكالي لينكس. كده فتح الجلسة. هترجع بقى للبرنامج اللي هو انت بتفتح من عليه واجهة الرسوميات اللي هو نت هانتر كيكس، وهتدوس هتلاقي ان هو شغال معاك تمام، والجلسة استحالة تفصل معاك تاني. نعمل بس تدوير للشاشة عشان تبقى اكبر واوضح. كده الدنيا تمام، استحالة يفصل معاك تاني، الدنيا تبقى ان شاء الله فل وهتبقى شغال عادي من غير ما يفصل معاك خالص، لان انت كده خليته شغال في الخلفية على طول. هتشغل بقى اي برنامج موجود عليها او هتشتغل من عليها على حسب اللي هتعمله، هتلاقي الدنيا فيها فل. ولو انت عايز تعرف ازاي انا حملتها على الفون وشغالة عادي ماشي، تلاقي في فيديو انا منزلهولك قبل ده، الفيديو فيه الشرح بالتفصيل تمام، وكمان الشرح مبسط. لكن علشان تكون فاهم نقطة معينة،
لازم المساحة عندك تكون اعلى من 10 جيجا، ممكن تكون 15 جيجا كمان فاضية، علشان تقدر تستحمل النظام كله، لان انت بتنزل النسخة الكاملة. تمام. وكده تكون النت هانتر موجودة معاك تمام، مفيهاش اي مشكلة، والدنيا فيها فل، هتفتح معاك وهتشتغل على طول. واديني مطول معاك وفاتح وعمال افتح في التيرمينال وافتح في فايرفوكس وما فصلتش. في الاول كانت بتفصل من اول كام ثانية، فان شاء الله كده تمام ومش هتفصل معاك تاني.